الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة إن شاء الله أتمنى تعجبكم، وهو الليمون المخلل. بس ده هنخلله بقى إن شاء الله بإذن الله زي ما الكتاب بيقول، يعني هنعمل ليمون مخلل على أصوله. تمام. سيبكم بقى من الليمون اللي بيتغلي والليمون اللي بيتحط في مية سخنة والليمون اللي بيتعمل في خلال أسبوع والكلام ده كله. أي نعم، ده هيطول معانا شوية، بس هتاكلوا ليمون زي ما بيقول الكتاب، ليمون أصلي يعني، ليمون على أصوله إن شاء الله وبإذن الله. تمام، إن شاء الله أتمنى يعجبكم، وإن شاء الله تشتركوا في القناة إن شاء الله عشان تشوفوا كل جديد. تمام. زي ما قلتلكم إن إحنا دايما هنعمل حاجات جديدة، حاجات غريبة. تمام. إن شاء الله تعجبكم وتنال إعجابكم. تمام. وإن شاء الله المكونات كلها موجودة عندنا وموجودة في كل بيت. تمام. هو ممكن ياخد وقت شوية معانا، بس هيبقى حاجة إن شاء الله زي ما بتقول الكتاب. معانا الليمون بتاعنا، الليمون البلدي العادي زي ما حضراتكم شايفين، أخضر أصفر عادي، مش مفيش مشكلة. يعني الأفضل يكون إيه، اللي هو الأصفر شوية يعني. ماشي، ما نجيبلوش الأخضر ده، اللي الأخضر بيكون لسه مستواش. معانا البرطمان اللي هنحط فيه، معانا دي خلة، ومعانا إيه المية، ومعانا الملح. تمام. ودي خلة هنستخدمها ازاي، أو الشيش اللي بنحط فيه شيش الفراخ. تمام. بنعمل في كل ليمونة إيه بالخلة كده نغزة كده بسيطة، أو خرم بسيط كده. تمام، من الجنب أو من جنبين عادي، مفيش مشكلة. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بالشيش كده بنعمل إيه في كل ليمونة، نغزتين كده بالشيش كده. تمام. مش هنفتح الليمونة كلها، بحيث ان عصير الليمونة ما يتفضاش كله يعني. تمام. هو يا دوبك بس كده ايه، آه نغزة كده واحدة في كل ليمونة او لغزتين، بحيث ان الملح يخش بس جوه. تمام. وبحيث ان الليمونة ما تتمررش من جوه. ماشي. هنملى البرطمان بتاعنا. لو تلاحظوا انا بنقي الليمونه ايه الصفرة. ليه الصفرة؟ بتكون احسن، استوت معانا على الشجره. تمام. الاخضر الغامق بيكون لسه مستواش على الشجره. تمام. فبيطلع لونه ايه، بيبقى غامق شويه، لكن الاصفر بيبقى لونه جميل يعني. وهنا معايا بقى ايه، معايا حته فلفل احمر هحطها علشان تديني بس ايه، الوان من جوه البرطمان. ماشي. مش عشان تدي تست يعني ولا حاجه، بس عشان تديني شكل من جوه البرطمان يعني. بنقطعها كده برنواز ناعم، تقطيعه صغيره كده بالشكل ده، ونحطها كده ايه على الليمون بتاعنا. تمام. ده بس حاجة كده ما إلا تديني شكل البرطمان، يبقى فيه حاجات حمرا كده وأصفر كده، بحيث إن لما أكون عارضها كده يبقى مديني شكل حلو لليمون. معايا بقى شوية خل، أحط شوية خل، شوية خل مش كتير يعني. وهنا بقى هجيب المية تحتي وأحط فيها الليمون وأقلبه، وأدوق الملح يكون يدوب زايد شوية عن الملح العادي يعني، أو عن طعم الملح. ماشي. يعني مثلا ايه، باجي اعمل حاجه بملح، فانا هزود بقى شويه ملح كده ايه زياده. تمام. وبحط المحلول بتاعنا اللي هو المحلول الملحي على في البرطمان على الليمون. تمام. ويتملي الاخر ليه، بحيث ان انا لما اجي اقفل الغطا، يعني اجي اقفل الغطا ما يبقاش فيه إيه، بحاول اطلع اي فراغات بالخله دي. ماشي. واحتاج ممكن ان انا ازود ميه. تمام. بقفل الغطا بحيث ان ما يكونش فيه هواء. تمام. ما يكونش فيه هواء يعمل معايا ايه بكتيريا جوه. تمام. يكون المية للآخر اهو، حتى انا زودتش مية اهو. تمام. علشان لما اجي اقفل الغطا ما يكونش فيه هواء خالص، لان الهواء هيدي ممكن البكتيريا ايه يعمل بكتيريا على الوش من فوق. لا، احنا نخليه ايه مفيش اي فراغات خالص من جوه. بقى معانا بالشكل ده. طيب هنقعد بيه قد ايه بقى؟ هنسيبه 40 يوم. 40 يوم ده تخليل على البارد، ده الصح بتاعه. مش هنغليه، مش هنسويه سابق الأوان وكده، هيقعد 40 يوم.
40 يوم يقعد بالشكل ده، بس 40 يوم بقى هيطلع ليمون مخلل على أصوله زي ما بيقول الكتاب، هتاكلوا ليمون مخلل صح. ماشي، الطريقة دي محدش بيعملها، يعني لو حبيتوا تشتروا ليمون من بره من المحلات والكلام ده كله ما بيتعملش بالطريقة دي. تمام، بيتعمل اللي هو بيتغلي على النار، بياخد وقت، بياخد بكتيره يوم، أيام، 3 4 أيام بيطلع بقى ليمون مخلل. لكن ده ليمون مخلل زي ما بيقول الكتاب، طريقة الليمون المخلل الصح. تمام، نادر جدا لو لقيته مصانع بتعملها. ماشي، يطلع أصفر بالشكل ده. تمام، بعد 40 يوم تمام بقى بالشكل ده، ممكن 35 يوم عادي مفيش مشكلة. اهو نيجي نشوف هتبقى بالشكل ده، الليمون كده اصفر معانا اكتر. تمام، هنيجي نصفيه من المية دي ونغسله. المية دي ممررة، مش هنخليها تبقى فيها مرار القشرة. تمام، نجيب بقى الخلطة بتاعتنا، هنعملها عبارة عن فلفل أحمر رومي. تمام، فلفل أحمر شطة، لو عايزين نشيل منه البذر نشيله، اللي هو الشطة. طبعا هنشيل البذر بتاع الرومي. تمام، الشطة هنغليه، هنسويهم في مع توم، هنسويهم في البخارة ونسويهم في فرن، وبعد كده نضربهم يبقوا هريسة بالشكل ده. دي الهريسة الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنعملها. تمام، يبقى هنحطهم شوية الفلفل والثوم والحاجات دي، هنسويهم في بخار أو على حرارة. تمام، ونحط معاهم بقى إيه، كمون، كزبرة. بس مش هنديلهم ملح، لو حبينا ندي ملح مفيش مشكلة، عايزين تحطوا ملح تملحوه شوية ماشي. أنا يعني أنا ما حطيتش ملح. تمام، بعد الليمون ما اتغسل بتاعنا هنيجي نشق الليمونة كده إيه بالشكل ده كده، وبعد كده إيه نحشيها. تمام، أهو زي ما حضراتكم شايفين الكلام ده بعد التخليل. تمام، هنشقها بالشكل ده ونحط فيها الايه، الخلطة بتاعتنا او الفرشة بتاعتنا. ماشي، اهو بقت بالشكل ده. هنعمل كده مع الليمون كله. تمام، طبعا دي مش هتكون حراقة أوي، يعني الخلطة دي مش حارة أوي. ليه؟ لأنها لما دخلت الفرن مع السخونة فقدت الايه، الح... الحر، يعني ايه السخونة اللي فيها، ما بقتش حارة جامد يعني. يعني ولذلك تتاكل عادي كده أكل. ماشي، ممكن تتاكل بالمعلقة كمان. حشينا الليمون بتاعنا بقى بالشكل ده كده، زي ما حضراتكم شايفين الشكل الجميل ده. تمام، ان شاء الله كده هتاكلوا ليمون زي ما بيقول الكتاب، هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله باذن الله. ممكن تعملوه، هنا هيقعد فتره بس هتاكلوا ليمون صح. نحطه بقى في البرطمان بتاعنا تاني ونرصه، يبقى بالشكل ده. هنضيف شويه حبه البركه. تمام، نحط عليه شويه ايه، حبه البركه بتاعتنا. ماشي، ونحطه في البرطمان تاني، ونحط شويه ميه صغيرين، ما نحطش ميه كتير، مع شوية ايه الخلطة. لو فاض مننا شوية خلطة بنحطهم، ونحط عليه شوية مية ونسيبه كمان أسبوع أو 4 أيام كمان. أسبوع أو يومين أو 3 بس بالكتير، يعني أسبوع، بحيث إنه يتشرب من الايه، من الخلطة. طلع معانا بقى بالشكل ده. تمام، الشكل الجميل ده زي ما حضراتكم شايفين أهو. أتمنى تشتركوا في القناة تشوفوا كل جديد إن شاء الله. أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى يعجبكم. شكرا.